في معلومة مهمة جدًا عن حقن بيكوزيم لازم كلنا نعرفها قبل ما نفكر ناخدها. استنوا لحظة قبل ما تاخدوا الحقنة دي، لازم تسمعوا الكلمتين دول الأول. لأن في غلطة شائعة جدًا بخصوصها وللأسف ناس كتير بتقع فيها من غير ما تاخد بالها. تفتكروا حقنة البيكوزيم دي فيها فيتامين B12؟ إيه رأيكم؟ كتير بيتهيأ لهم إنها فيها ب12، بس الحقيقة الصدمة إنها ما فيهاش ولا نقطة. أمال إيه هي البيكوزين دي؟ ببساطة هي حقنة فيتامينات ب مركب. يعني فيها فيتامين B1 B2 B3 B5 وB6. بس لاحظوا، مفيش أي ذكر لB12. يعني هي كوكتيل فيتامينات ب ممتاز بس ناقصها فيتامين ب 12. وده يفسر ليه لونها مش أحمر وليه ما ينفعش تكون بديل لحقن B12 ولا تعالج أنيميا نقص الر. طيب طالما ما فيهاش ب12 نستخدمها في إيه بقى؟ بتكون مفيدة جداً في حالات التهاب الأعصاب والتنميل والإرهاق العام أو نقص فيتامينات ب التانية. لكن خلوا بالكم، لو المشكلة أصلاً هي نقص فيتامين ب 12 بالتحديد، هنا بقى لازم حقنة مخصصة لب 12 عشان بيكون تركيزه فيها عالي ومناسب للحالة. فالخلاصة بيكوزم دي فيتامينات ب لكن من غير B12. اوعوا تتلخبطوا عشان تاخدوا العلاج الصح. يا ترى المعلومة دي كانت جديدة عليكم؟ قولي لنا في الكومنتات.